تعالوا النهاردة هناخد جولة في محل أبو النيل للاستيراد والتصدير، وهنعرف معظم المنتجات اللي عنده. مبدئيا الصينية ديت كانت أو نقدر نسميها طبلية، هي ليها رجول تقدر تتقفل أو تتشال وتستخدميها كانت صينية عادية، كانت عاملة 495. أما بالنسبة للسبيتة ديت كانت عاملة 250 جنيه 30 لتر، ألوانها حلوة جدا. هنا المساحات دي لفتت نظري إن هي كانت قوية جدا وحلوة. اما بالنسبه للمنشر ده كان عامل 525 وكان كبير. كان عنده كوسترات او اشكال تقدري ان انت تحطيها في الحيطه وليها علاقات بتاعه المطبخ. تمام. كان عنده كمان العلاقات اللي بتتحط في التلاجة 3D، كانت عامله حوالي 30 جنيه. وعنده تشكيله من الساعات من 130 ل 145، وكمان كان عنده ساعات حائط على شكل الكوستر وليها علاقات كانت عامله 135 جنيه. عايزه اقول لكم ان المحل ده عنوانه 7 شارع سيد سعد، متفرع من طه حسين، قريب جدا جدا من محطة مترو شام بركات في النزهة الجديدة. المحل ده بيمتاز بالجودة العالية جدا، يعني فعلا الفلوس اللي انت هتشتري بيها هتقولي انا فعلا حطيت فلوسي في حاجة مفيدة جدا وحاجة فعلا تستاهل. عنده الخامات عالية جدا. عايزة اقول لكم ان دي علب مناديل، العلب ديت بتيجي طقم، كان عامل 215. يعني العلبة معاها الباسكت بتاعها، حاجة شيك جدا، نفس الشكل، تحطيها كده في الصالون عندك، حاجة في منتهى الجمال بجد. حاجات جميلة جدا جدا عنده. تعالوا نكمل بقية المنتجات. دي بقى كانت عصارة برتقال والشماعة المتعددة ان احنا نقدر نحطها في الدولاب. تمام. ودي كانت عصارة برتقال او بطيخ، طبعا عارفينها. وكان عنده كمان الفوط اللي احنا بنصفي عليها الاكل وكده، ودي كانت كسترات. وكان عنده شوية مشايات بصراحة تحفة. احنا هنشوف مشايات بأحجام ومقاسات مختلفة، وهنشوف كمان سجاجيد مطبخ. بجد عنده حاجات حلوة جدا جدا. عايزة اقول لكم ان الصواني دي ممتازة ممتازة، عنده منها مقاسين، واحدة كانت عاملة 85 والأكبر كانت 95. وده طقم عشاء بيتكون من 6 كبير و6 صغير جاتوه و6 بولة و6 مج، وكان في حدود 2000 وي. هنا بقى باسكت برضو بعلبة المناديل بتاعته شيك جدا جدا، يعني بجد حاجة جميلة قوي قوي. وكان عامل اعتقد 310. دي كانت دواسات في الحمام. وعنده مشايات ديت تقريبا كانت ب100 جنيه. هنشوف تشكيلة حلوة قوي من المشايات والسجاجيد للمطبخ. بصوا هنا كان هنا حامل الريموت كان عامل 65. وهنا دي كانت كوسترات بقى شكلها حلو قوي، وعلب خزين للمطبخ، والعلب الترندي اللي هي الكليريك اللي بنحط فيها التوابل. وعنده المطحنة دي بتاعت الفلفل، عايزة اقول لكم الجودة بتاعتها ممتازة فعلا. عنده بقى السكاكين دي منها 3 احجام على ما اعتقد، حلوة جدا جدا جدا. وعنده تشكيلة كبيرة بقى من علب الخزين، البقوليات والحاجات دي. وعنده كمان اطقم كوبايات والخشاف، اشكال فعلا حلوه. كل ده كل المنتجات بتاعته هتلاقوها على التليجرام، هسيب لكم اللينك. هتلاقوا كل حاجه بالسعر بتاعها، وهسيب لكم كمان العنوان ورقم التليفون بتاعه عشان لو حابين تستفسروا عن اي حاجه او تطلبوا اونلاين. تعالوا نكمل بقى. بصوا الشوبات ديت والكوبايات دي اشكالها حلوه جدا. كان عنده تشكيله كبيره جدا منها، والخامه ما تقلقيش خالص، خامه فوق الممتازه فعلا. دي كانت بقى علب خزين رز بقوليات. هنا بقى المشايات بتاعت المطبخ، عايزه اقول لكم اشكالها تحفه تحفه تحفه، واسعارها حلوه جدا 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 فعلا يعني. عنده برضو اللبانة دي كانت عاملة 440 من ماركة توب شيف. عنده كمان الصواني ديت 2 صينية كانت عاملة 195. هما من الخشب بس يعني فعلا متان، كانوا مقاسين متينة جدا وحلوة جدا جدا. عايزة اقول لكم ان هو عنده براند توب شيف من المقليات والحلل وحاجات كتيرة قوي. عايزة اقول لكم ان هي من اقوى البراندات العالمية. هي من احدى شركات مجموعة الزينوكي مصر. بتوزع الحرارة ممتاز، ايديها عازلة للحرارة، خامة كوري غير قابلة للخدش. عايزة اقول لكم ان هي
يعني مطليه، بحيث ان هي يعني غير قابله للالتصاق. يعني انت لو شوحتي عليها اي حاجه ما تلزقش فيها. يعني مجرد معلقه زيت تستخدميها هتكفي اي حاجه ممكن تعمليها على الطاسه ديت. عنده تشكيله كبيره جدا من مشايات او دواسات الحمام باسعار مختلفه، بتتراوح ما بين 250 ل 350 400. عايزه اقول لكم اشكال، انا يعني اشكال انا ما صدقتش، يعني عم بقولوا دي سجاجيد، يعني سجاجيد بتحط في الصاله وكده، نفس الخامه، حاجه حلوه جدا جدا. كان عنده قسم كبير من مفارش السفرة وستاير الحمام، وكمان غطاء الغسالات الفوق اوتوماتيك الاوتوماتيك كانت عامله 185، واعتقد الفوق اوتوماتيك كان في نفس السعر دوت. كان عنده بقى مفارش سفرة ب 175، وكان في دانتل ب 240، وكان في برضو الشفاف كان عامل 175، وفي نوع تاني ب 245. وكان عنده ستاير الحمام بتبدأ من 165 لحد ما توصلي للنوع الشفاف، واشكال عليه كان ب 250. اشكال حلوة جدا 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 بجد. لو عايزين حاجات مميزة ومختلفة اكيد هتلاقوها عند ابو النيل. هنا بقى كان عنده تشكيلة بقى من السباتيولات بقى والكوبايات والمعايير والمشابك. وهنا كان حامل السبونج اللي تقدري تعلقيه تصفي عليها السبونشة، ودي كانت قطعة الكيك، شكلها حلو قوي، كنت اول مرة اشوفها. هنا بقى كنت بوريكم هراسة التوم، كنت وريتها لكم في محل قبل كده، ان هراسة التوم ما كانش فيها الحاجات الستانلس، القطاعة الستانلس ديت، فقلت لكم حد جربها وكانت معموله من البلاستيك، وحسيت ان هي مش هتبقى حلوه قوي، لكن دي فعلا هتبقى حلوه من غير ما اجربها، لان هي فيها الحاجه اللي هي الستانلس او الحديد ديت اللي هتهرس معايا التوم حلو. دي بقى كانت مشايات، عايزه اقول لكم ان هي مشايات كبيره قوي، عجبتني جدا 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 يعني، وطبعا خدت منها. هنا بقى كانت بونبونيريات، عنده تشكيله حلوه قوي قوي. الطقم ده كان عامل 850، حلو قوي. وكان عنده شويه بقى من الاطباق والطواجن البورسلين، حلو قوي. بالنسبه بقى للمكان تعالوا اقول لكم، ده مبدئيا انا هنا في شارع طه حسين، وده كان مركز تاهيل الحاسبات للقوات المسلحه. يعني انتوا اول ما هتخرجوا من محطه الشام بركات اللي تدخلوا بقى شارع طه حسين منها، تمام، هتدخلوا، بعد ما تدخلوا هتلاقوا بقى على نصيتها محل سريانا لايت، هتدخلوا الشارع اللي جنبيه على طول على ايديكم الشمال هتلاقوا محل ابو النيل. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا لي لايك علشان تشجعوني ان انا اكمل في السلسله، واشوفكم في محل جديد.